اللي هو إنتاج الطاقة الكهربائية والحركية عن طريق الدائرة المغلقة بتكلفة صفر، مما سيوفر أكثر من 90% من استهلاك البترول على مستوى العالم، ويدر أرباح طائلة تقدر بحوالي 2 تريليون دولار سنويا. إيه هي إنتاج الطاقة الكهربائية والحركية عن طريق الدائرة المغلقة، وماذا سيستفيد منها، وبماذا سيستفيد منها العالم؟ سيستفيد العالم منها عدة نقاط. أولها أن هذه الطاقة هي طاقة نظيفة بنسبة 100%، نسبة الخطورة فيها تكاد تكون لا تذكر بالنسبة للخطورة الموجودة في كل أنواع الطاقة الموجودة في العالم حاليا. سيستفيد أيضا منها العالم في أن نسبة تلويثها للبيئة تعتبر صفر، فلا يوجد أي نوع من أنواع التلويث للبيئة ناتج عن إنتاج هذه الطاقة، سواء الطاقة الكهربائية أو الحركية. هذا ما يستطيع العالم أن يستفيد منه من إنتاج هذا الاختراع، ولكن هناك أمور كثيرة أخرى لا يتسع الوقت سردها. منها رقم واحد مثلا القضاء على الاحتباس الحراري الموجود في الأرض حاليا، القضاء على عملية تآكل الأوزون الذي نتج عنه ما يعرف بخرم الأوزون، القضاء على الأمراض الحديثة التي نشأت من نفاذ الأشعة الضارة إلى الأرض من خلال خرم الأوزون، أيضا القضاء على التلوث المنتشر في الأرض حاليا. هذا ما سيستفيد منه العالم من هذا الاختراع. الاختراع ده عبارة عن عملية إنتاج للطاقة الكهربائية والحركية عن طريق ما يسمى بالدائرة المغلقة. الدائرة المغلقة قائمة على النظرية الأساسية للديناميكا الحرارية التي تنص على أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، وإنما تتحول من صورة إلى أخرى. إذا ما استطعنا إعادة تلك الطاقة إلى صورتها الأولى التي كانت عليها من خلال العمل في دائرة مغلقة، فإننا بذلك نستطيع أن نوفر طاقة لا نهائية سواء كهربائية أو حركية أضعاف المتاح حاليا في العالم. وهذا هو الميزة في هذا الاختراع. فالكثير من الاختراعات التي نشبت أو ظهرت في الآونة الأخيرة هي اختراعات عظيمة، ولكن عند تنفيذها العملي فإنها تثبت فشلها تماما، لأن الناتج من ورائها ضئيل للغاية ولا يذكر. أما الميزة في هذا الاختراع فإن الناتج من ورائه هو إنتاج طاقة أضعاف المتاح حاليا في العالم، سواء طاقة كهربائية أو طاقة حركية، بتكلفة صفر، بدون أي تكلفة تذكر سوى تكلفة إنشاء هذا المحرك أو هذا المولد، والذي لن يزيد سعر إنشائه بأي حال من الأحوال أو سعر تصنيعه بأي حال من الأحوال عن أسعار المولدات أو المحركات الموجودة حاليا في العالم، بل ربما يقل نسبيا شيئا ما عن أسعارها الحالية. وهذه هي الميزة العظمى في هذا الاختراع. فتخيل أنك تستطيع أن تأتي بموتور لسياراتك أو لقطار أو طائرة أو باخرة أو ما شابه في كل أنواع الآلات التي تحتاج إلى طاقة حركية، تضع في تلك المركبة، فتستطيع أن تسير به لمدة مئات أو آلاف السنين دون أن تضع فيه أي نوع من أنواع الوقود. وهذا هو الاختراع الجديد، هو عملية تدوير الوقود الموجود، أو القدرة على إنشاء، بصورة أخرى مبسطة، قدرتنا على إنتاج وقود جديد للعالم، وهذا أول مرة
أفصل عنه فعليا، هذا الوقود متجدد دائما. والمرة الأولى أفصح عن هذا الأمر في كل ما ذكر قبل ذلك، فقد كتب اليوم السابع عن هذا الأمر، ووجدت أنهم جانبوا الحقيقة كثيرا في عملية الشرح لفهم هذا الأمر. فالمسألة، وأقولها بصراحة، هي عملية إيجاد وقود جديد بالنسبة للعالم يستطيع أن يجدد نفسه بنفسه دون الحاجة إلى أي تدخل خارجي. فنتخيل مثلا أننا وضعنا جزءا من هذا الوقود داخل هذا المحرك أو المولد الذي يعمل عن طريق الدائرة المغلقة، فهذا الوقود لا ينفذ، وقود دائم أبدي، وقود يستطيع تطوير ذاته ليضاعف الكمية التي تستهلك منه. فإذا ما قدرنا مثلا أنه استهلك كمية تقدر ب10 جرام، في خلال هذه الفترة التي استهلك فيها تلك 10 جرامات، فإنه يستطيع إنتاج 20 جرام بدلا من تلك 10 جرامات. لذا فإني أقول للعالم بأسره إننا اليوم على أعتاب عصر نهضة جديد بالنسبة للعالم، قائم على نظرية أو اختراع الدائرة المغلقة التي تستطيع إنتاج الطاقة بذاتها دون تدخل أي نوع من أنواع الطاقة الخارجية. وهذا هو الوقود الجديد الذي سوف يسود العالم في المرحلة القادمة. لماذا سيسود هذا الوقود العالم في المرحلة القادمة؟ لأن هذا الوقود أضراره تعتبر صفر، سواء على الإنسان أو على البيئة أو على الأرض أو على الحياة. فهو لا يقارن بأي حال من الأحوال بالنسبة للأضرار الناتجة عن استخراج الطاقة من المواد البترولية أو استخراج الطاقة من عمليات نووية. العمليات النووية تتسبب في كوارث ربما تبيد العالم بأسره، واستعمال أو استخراج الطاقة من خلال المواد البترولية أيضا ربما يدمر العالم بأسره في الفترة القادمة لو استمرينا عليه. ومن رحمة الله أنه هداني إلى تلك المسألة لكي نقوم بإنقاذ العالم من الهلاك والدمار الذي هو فيه اليوم ويعيشه العالم اليوم من خلال هذه الطاقة الجديدة المتجددة التي توضع في دائرة مغلقة تستطيع تجديد نفسها بنفسها ذاتيا دون أي تدخل. فبذلك نستطيع أن نحافظ على أولا البيئة بدون أي نسبة تلوث ولو 1 في المليار مما هي عليه اليوم. ثانيا نحافظ على الأرض من خلال أننا حينما نوقف عمليات استعمال الطاقة البترولية
فإننا سنوقف بالتالي عملية إنتاج أول أكسيد الكربون الذي يتفاعل بدوره مع أول الأكسجين المكون الأساسي لطبقة الأوزون، الطبقة الواقية والحامية بالنسبة للأرض، والتي ستوقف عملية التآكل في تلك الطبقة، فلن يتم بعد ذلك نفاذ الأشعة الضارة إلى الأرض ونقضي على الاحتباس الحراري الذي يهدد الأرض حاليا، ونقضي على الأمراض الجديدة التي نشأت في الآونة الأخيرة من خلال هذه الأشعة الضارة التي تنفذ من العمليات النووية التي تحدث في الشمس.